يرى البعض أنه من الممكن إخراج الإنسان من العشوائية، ولكن هناك بعض من البشر يصعب إخراج العشوائية من داخلهم. مفيش أكتر من العشوائيين في الوسط الرياضي والوسط الكروي داخل المستطيل الأخضر أو خارج المستطيل الأخضر. هنتكلم على صنفين. الصنف الأول جزئية لاعب عشوائي وللأسف بتصرفاته أدى لأن هو نتج بعض الغرامات المالية عليه، والجزء الثاني هو نادي بتصرفاته العشوائية أجل فرصة كانت ممكن تكون طوق نجاة ليه. اول تصرف معانا عشوائي هو للعيب الخاص بكرة القدم في النادي الاهلي هو كابتن احمد عبد القادر، مما جعل كابتن خالد بيبو المدير القائم على الكرة في النادي الاهلي حاليا بان هو يتخذ اول اجراء ليه في النادي الاهلي، وهو خصم 2.5% من قيمة عقد اللعيب خلال الفترة القادمة اللي جاية. معنى اصح مبلغ كبير، احنا لم نحدد حتى الان القيمة الاجمالية الخاصة بمرتب احمد عبد القادر، ولكن 2.5 تم ايضاحها ان مبلغ كبير جدا هيتخصم على اللعيب من اجمالي عقده. طب ايه اللي وصل الامور لكده؟ لو جينا راجعنا الاحداث هنجد ان كابتن احمد عبد القادر للاسف خلال الفتره اللي فاتت دي كلها تم انتقاده بشكل قوي جدا، فالسوشيال ميديا والناس اللي على الاعلام والناس اللي بتتكلم وضحت ان مستواه بقى هزيل او مستواه نزل. ففي اللحظه دي هو اتضايق من الموضوع ده، فضل مخزن كل الكلام بتاعه لاخر الموسم وابتدى يرد على السوشيال ميديا. اللي احنا عارفينه الفتره اللي فاتت امام عاشور لما مضى في النادي الاهلي ابتدى يلقح بعض كلام على بعض القنوات الزملكاويه واللعيبه الزملكاويه ورئيس نادي الزمالك والقصص دي. النادي الاهلي خد معاه قرار قال له فيما بعد خلاص انت بقيت لعيب في النادي الاهلي، ممنوع كلام في اي حاجه خاصه باي فريق تاني، انت تتكلم في كوره فقط. وعليه من ساعتها ما شفناش امام. اخر فيديو امام عمله هو لما كان في العربيه وشغل جمهوره ده حماه وبحب النادي الاهلي والكلام الجميل ده، فهمنا ساعتها ان خلاص هيتعدل على الصراط المستقيم. لكن النادي الاهلي نبه احمد عبد القادر اكتر من مره وتم الايضاح ليه، يا احمد ما ينفعش تتكلم، يا احمد انت لعيب، انت قيمه، انت لازم مثال لكل حد، لكل طفل، انت ما ينفعش تتكلم وتقول. احمد عبد القادر تنشن وطلع رد على بعض الصفحات، ده رد كانه رد شخص عادي مش ان هو لعيب. لا استنى عندك يا احمد، الجهاز الفني الخاص بالنادي الاهلي ومدير الكره قبل كده حذرك، مدير الكره الجديد كابتن خالد بيبو لما جه برضه حذرك في بدايه الامر، انت برضه اضطريت ان انت ترد على السوشيال ميديا وتتكلم. طب تعالوا بقى اجيب لكم بالظبط واسرد لكم الاحداث ايه اللي تم بالظبط، واحمد عبد القادر رد قال ايه بالظبط على السوشيال ميديا. اول جمله احمد عبد القادر رد بيها على السوشيال ميديا قال لهم يا شويه هلافيت ايه اللي انتوا بتكتبوه ده، انتوا فالحين في كده بس تاخدوا فلوس عشان تعلوا واحد وتنزلوا واحد، مش هيجي وقت بقى وتتقوا الله. تاني حاجه رد وقالها، قال لك الادمنز بتوع الصفحات انا عارف ان انتوا بتاخدوا فلوس، وبمعنى اصح انا اتعرض عليا قبل بكتير من زمايلي اتعرض علينا فلوس بس انا ما رضيتش. ليه؟ لان انا بتقي ربنا في شغلي وربنا بيكرمني وبيوفقني عشان انا بجتهد في العمل. عشان كده انتوا ان شاء الله ربنا هينتقم منكم لان انتوا بتعلوا في ناس وتوطوا في ناس مقابل قرش بيدفع لكم يا ادمن، وانا اتعرض عليا وانا مش موافق بكل اللي انتوا بتعملوه ده. تالت حاجه قالها، قال لهم ان النادي الاهلي ده افضل نادي في مصر، ده مش افضل نادي في مصر بس، ده افضل نادي في العالم، وعشان تبقوا عارفين ان كل الرشاوي والحاجات اللي انتوا عايزين ندفعها لكم عشان تقولوا اسمي وتعلوا صيتي انا مش هدفعها. ومن الاخر الاجازه اللي انا موجود فيها دي لا انا بقى مش عايز اجازه، طز في الاجازه، واهم حاجه هتابع صفحاتكم لحد ما اقفل لكم الصفحات بتاعتكم دي. اخر حاجه رد بيها قال لهم ما تنضجوا شويه، انضجوا شويه، الفلوس اللي انتوا بتاخدوها دي مقابل ان انتوا تقللوا مني وتنتقدوني طول الموسم، ولما اجي اتكلم واوضح تقولوا لا ركز في الملعب. اركز في الملعب ازاي والناس واخده فلوس عشان تاذيني طول الموسم؟ موسم بحاله سبتكم فيه وما قدرتش اتكلم معاكم وسبتكم خالص، ادي الاجازه موجوده اهي، وانا بقى فاضي في الاجازه هبتدي ارد عليكم واخلص الكلام معاكم، لان انا راجل مش بتاع رشاوي مش بتاع دفع، انا راجل سالك، وبمعنى اصح انا راجل لعب في الملعب فقط لا غير، وهو ده اساسيات النادي الاهلي. كل الكلام ده لو ركزت فيه هتجده للوهله الاولى كلام كويس جدا، والراجل بيتكلم في حق النادي الاهلي كلام جميل جدا، بس المشكله ان انت ما ينفعش ترد على الجماهير. وتاني حاجه لما جيت قلت ان في بعض لعيبه بتاخد وبتدفع فلوس لبعض الصفحات دي عشان تعليها وانت ما بتدفعش، انت كده اخطات في زمايلك يا احمد عبد القادر. ادي اول حاجه. تاني حاجه اخطات في الصفحات الخاصه بالسوشيال ميديا، والصفحات دي معظمها كلها جمهور النادي الاهلي وجمهور الغير. طب جمهور الغير وانت بتتكلم عنه، لا ده انت في بعض الصفحات خاصه بالنادي الاهلي انت وضحت لها كده لانها انتقدتك، انت قابل للانتقاد يا احمد، يعني انت من الاخر اخطات هتنتقد، عملت شيء كويس في بعض الناس برضه ممكن تنتقدك عليه تقول لك لا ده انت كنت ممكن تعملها احسن من كده، ده متوقع جدا مع النجوم. ما تشغلش بالك، انت المفروض دلوقتي موجود في اجازه، والاجازه دي وسيله ليك ان انت تخرج خالص كل الضغط النفسي اللي كنت فيه بتاع البطولات عشان تفكر في الموسم اللي جاي، ولا حضرتك عايز تلخم نفسك وتشغل نفسك؟ العقوبه اللي وقعها عليك كابتن خالد بيبو هي عقوبه قويه جدا، وعقوبه المفروض غليظه عشان تقدر ان انت تركز في الفتره اللي جايه. يا احمد الكوره فقط في الملعب في المستطيل الاخضر، جه
جينا بقى لعشوائيه نادي في التصرف تجاه قضيه محمود كهربا. محمود كهربا وقضيته مع نادي الزمالك، اللعيب خلاص احنا عارفين ان عليه قضيه وهيدفع قيمه من المبلغ اللي هو تحديدا 2 مليون دولار، وال 2 مليون دولار اللي هيدفعهم دول عليهم فوائد كبيره جدا خلال المده اللي اتحكم عليه فيها والتاجيلات والكلام ده، فهيدفع الفلوس بالفوائد بتاعتها. طب يا جدعان، هل بقى محامي محمود كهربا ده راجل رامبو كل شويه قاعد ياجل 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 والغرامه تتاجل تتاجل تتاجل؟ هل ده بقى معناه ان الراجل ده ليه دلاله في الفيفا، او بمعنى اصح الفيفا بتطبل للنادي الاهلي؟ لا، ستوب عندك. ما ينفعش الفيفا تطبل للنادي الاهلي. ليه؟ لان ما ينفعش حد يكون بيطبل لحد يوقع عليه اصلا عقوبه من الاساس. ما ينفعش تكون انت صاحبي وانت حبيبي وكل حاجه واعمل عليك عقوبه في الاول واجي في الاحداثيات بتاعه العقوبه اطبل لك وبمعنى اصح هون الموضوع عليك. من الاساس خالص ما كنتش هعاقبك. بكل بساطه يا جماعه، كابتن مرتضى منصور عمل ايه؟ اللي هو رئيس نادي الزمالك في الفتره اللي كان ماسك فيها قبل ما يقال او قبل ما يستقيل من المنصب بتاعه او قبل ما يتشال خالص او يتحذر من نادي الزمالك. الراجل بكل بساطه كان بيبعت جوابات كتير جدا لجهات كتير في الدوله بيطالب وبياكد لهم ان حساب نادي الزمالك موقوف، الحساب الخاص بالجوانب الماليه الخاص بالبنوك موقوف. وبمعنى اصح كمان كان بيبعت خطابات كتير جدا لوزير الماليه بيخاطبوا فيها بان هو يقفل الحسابات الخاصه بنادي الزمالك عشان كابتن ممدوح عباس ما يستفادش باي فلوس. طب هل في اللحظه دي محامي النادي الاهلي ما بعتش للفيفا وقال لهم بالكلام ده؟ لا، خد كل الجوابات دي وبعتها للفيفا وقال لهم بمعنى اصح نادي الزمالك احنا مش لاقيين عنده حساب نضيف عليه، ودي الادله اللي بتقول كده. يا ريت القصه هنا بس، ده كمان نادي الزمالك رافض ان ياخد الفلوس قسط وعايز ياخد الفلوس كاش، ودي برده من ضمن الخطابات اللي بعتها محامي النادي الاهلي وقال للفيفا ان الناس المبلغ كبير جدا والناس مش عايزه تقسط المبلغ عشان نحل معاهم، يعني احنا بنمد ايد العون عشان اللعيب برده ياخد فتره كويسه ويقدر يكون المبلغ عشان يسدده، وهم رافضين. اذا كان ما عندهمش حساب وحسابهم محظور كمان عايزين الفلوس كاش، وده شيء من المستحيل او شيء صعب جدا. طب هل بقى محامي الزمالك ما قدرش يوصل لرقم حساب انه يقدر يبعته للفيفا؟ فعلا وجد رقم حساب خارج النادي الزمالك وخارج الاتحاد الكوره خالص، رقم حساب وسيط، وبعته للفيفا بيقول لهم ان هو ده رقم الحساب الخاص بان احنا نقدر نبعت الفلوس عليه عشان نحل المشكله. كان رد الفيفا ايه بقى؟ طبعا قبل ما الفيفا تفكر اصلا تتاكد من جزئيه الحساب الخارجي او الحساب الوسيط اللي يمكن من خلاله النادي الاهلي او بمعنى اصح كهربا يضع الفلوس فيه ونادي الزمالك ياخد الفلوس منه، قبل ما يفكروا كان محامي النادي الاهلي الشاطر عمل ايه؟ او محامي بمعنى اصح كهربا بالاخص عمل ايه؟ الراجل راح رافع دعوه وقال لهم يا جماعه ده كده فساد يعتبر. ليه؟ لان ما ينفعش تدخل حساب وسيط بين النادي الاهلي وبمعنى اصح بين كهربا وبين نادي الزمالك، واستدل ببعض قضايا اداريه وماليه نادي الزمالك يعتبر اتحاسب فيها قبل كده لما عمل ايه؟ لما دخل رقم حساب وسيط. ومن اللحظه دي بقى عندنا مشكلتين دلوقتي، نادي الزمالك مش عايز ياخد الفلوس قسط وعايز ياخدها كاش، وفي نفس الوقت محمود كهربا المبلغ كبير جدا عليه، وفي نفس الوقت النادي الزمالك الحساب بتاعه محظور. ففي اللحظه دي عامل ايه بقى الفيفا؟ قال لك بس يا باشا يبقى كده المشكله مشتركه، يعني في مشكله عند نادي الزمالك ومشكله عند محمود كهربا. في اللحظه دي قرر ايه؟ قال لك يا باشا قدامك شهرين اللعيب يكون الفلوس ونادي الزمالك يشغل الحساب بتاعه، يعني بمعنى اصح لو عدى الشهرين ونادي الزمالك ما شغلش الحساب بتاعه وكهربا مثل او عمل بمعنى اصح ان هو لسه ما كونش الفلوس، هناخد شهرين كمان في شهرين كمان. طب لو جينا نسال نفسنا مين المستفاد في قضيه كهربا دي؟ هل كهربا اللي مستفاد؟ لا، كهربا مش مستفاد، كهربا مظلوم يعتبر في القضيه دي. المستفاد منها هو سياده المستشار مرتضى منصور وتحديدا الشامي وكمان تحديدا اعلاميين الزمالك، واخر حاجه هو المحامي الاجنبي، لان كل الجهات دي بتؤكد وبتوضح معنى اصح ان احنا كده هنحل كارثه نادي الزمالك، وهو ده الوهم اللي بيبيعوه للجمهور. معنى اصح هي دي القضيه اللي هتسدد ديون الزمالك كلها، مع ان دول 2 مليون وكسور، لكن ديون الزمالك بتتخطى 8 مليون دولار. حاجه مهمه جدا لازم نكون عارفينها، كهربا واضح جدا جدا انه اتظلم في القضيه دي، والدليل على الموضوع ده ان سبحان الله كل ما ربنا يوقعه في مثلا في محنه او تحصل له مشكله او يجي له حاجه تلاقي فرج كويس جدا وربنا يفتحها عليه في الاهداف. ايه السر ان كهربا يتوهج الفتره اللي فاتت دي؟ حاجه يعني يعتبر من ضرب المحال. ليه؟ لان لعيب في الوقت ده وبالتصرفات دي والاحداث وحجم المشاكل اللي حواليه ده ما اعتقدش يقدر يركز في الملعب، بس ربنا بيوفقه عشان النادي الاهلي يقف في عونه. الغلط الوحيد اللي كهربا وقع فيه هو اختصام نادي الزمالك. المفروض نادي الزمالك ما كانش طرف او ما ينفعش تختصم نادي الزمالك، اختصام كهربا كان المفروض يكون لاتحاد الكوره بمعنى اصح. بس عشان اقول لك حاجه، لو حصل ساعتها فعلا ومحمود كهربا كان اختصم اتحاد الكوره كان ايه اللي هيحصل ساعتها؟ كان هيحصل عقوبات رادعه وعقوبات قويه جدا من الفيفا تحديدا على النشاط الرياضي في مصر، وهو ده اللي ما كناش نتمناه. بس للاسف هو ده اللي حصل، وهو ده حظ كهربا، وهو ده يعني يعتبر قدر كهربا. فاتمنى الفتره اللي جايه ان المشكله تتحل، وانا بطلب من كهربا طلب واحد، اتمنى تسدد ما تماطلش، ياخدوا بقى الفلوس
يحلوا بيها مشاكلهم، يشتروا بيها اللي هم عايزينه. المهم نحل. ليه؟ عايزك يا كهربا الفتره الجايه تركز في الملعب، هدفك كله الاول والاخير هو الملعب. فكره بقى الفلوس وهسدد وهماطل ولا مش هسدد لهم دلوقتي عشان ما يحلوش مشاكلهم، انا نفسي حاجه وحيده بس تحصل يا كهربا، ان انت تحل مشكلتك انت وتركز في الملعب، لان انت لعيب هايل محتاج تركيز اكتر من كده. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث ان يجيلكم كل جديد. وشكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مش فايق.